السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكايتنا النهاردة من أغرب الحكايات اللي سمعتها. قصة النهاردة الخمسينية والكهربائي وإيه اللي حصل بينهم لما النور قطع فجأة. ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهاردة. فضلا وليس أمرا ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يصلكم كل جديد. صاحبة الحكاية بتقول أنا اسمي سعاد، عمري دلوقتي 50 سنة. اتجوزت من راجل محترم جدا جدا وأنا عمري 20 سنة. كان شاب وسيم ومحترم جدا وكان من عيلة كويسة ومبسوط، وأنا عشان من طبقة متوسطة الحال ويعتبر أكبر إخواتي البنات ما ترددتش إن أنا أرفضه. اتجوزته على طول بموافقة ورضا أهلي. قعدت معاه 10 سنين. كنت في الوقت ده متجوزاه عمري 20 سنة بالظبط. قعدت 10 سنين ربنا رضاني منه ببنت وولد. وانا في عمر ال30 سنة جوزي وهو في الطريق رايح للشغل بتاعه عامل حادثة، دخل في عربيته عربية نقل كبيرة وتوفى في الحال. جالي الخبر زي الصعقة كده على دماغي. إيه انتي سعاد؟ قلت لهم ايوه. قال لي جوزك توفاه الله في حادث أليم. طبعا كانوا نقلوه المستشفى، رحت لقيته السر الإلهي طلع، يعني توفاه الله. انا في الوقت ده نهارت من العرض وكان سايب ولاده. يا دوبك البنت الكبيرة عندها 8 سنين والولد كان عنده 5 سنين. المهم بقت المسؤولية كلها عليا. بالنسبة ان انا كمان كنت في الوقت ده عندي 30 سنة، لسه شابة في عز شبابي، وكنت جميلة بمعنى الكلمة يعني، وجمالي جمال برضو ملفت للنظر. لما اترملت على عيالي كان بيجيلي عرسان كتير جدا فوق ما تتخيلوا، وكلهم كانوا ناس كويسين جدا، ومنهم كمان عزاب. مش لازم يعني يكون منهم واحد أرمل أو مطلق، لا، في منهم الأرمل والمطلق والعازب، وكلهم شباب ولاد ناس. بس المشكلة صعب عليا ولادي ان هم صغيرين، وازاي ان انا اشوف حياتي على حسابهم واتجوز واجيب راجل غريب يتحكم فيهم ويبهدلهم. طبعا جوزي لما توفى ساب لي بيت دورين مساحته كبيرة جدا، يعني كان بيت لسه جديد، ويعني بنيه قبل ما يتوفى بحاجة بسيطة. انا ده كنت داخلة في بيت العيلة وكنت عايشة في شقة، وبعد كده العيلة ورثت يعني امه وابوه ورثوهم، وطلع له حتة ارض مميزة جدا في موقع مميز. احنا في خلال 10 سنين الجواز ده كنا لسه بنينها جديد، بيننا دور في محلين وشقة جميلة جدا كبيرة، والدور التاني كنت عاملاه عشان خاطر ابني برضو، لان كنت في الوقت ده كان ابني لسه عمره 3 سنين على ايدي، وعملت له شقة كبيرة قوي. يعني جوزي سايبنا مستورين الحمد لله، بيت دورين جديد، وسايب لي كمان معاش يكفيني انا وولادي، والحمد لله. انا قعدت في الدور التاني شطبته لما جوزي توفى ونقلت فيه، والدور الارضي بالمحلات اجرتهم. اجرت محلين، لواحد عنده سوبر ماركت والتاني كان عنده يعني زي ادوات كده منزلية، رفايع ادوات منزلية. والشقة اللي تحت اجرتها عيادة لدكتور جراحة. اما الدور التاني كنت عايشه فيه انا وولادي. اكتر من عريس يتقدم لي وانا رفضت تماما، لدرجه ان اهلي بقى يقولوا لي يا بنت انت لسه صغيره، اتجوزي راجل تسندي عليه وشيل معاكي مسؤوليه عيالك. اقول لهم لا، انا مش هتجوز راجل يجيب الهم لعيالي، عيالي لسه حتت، وكمان بنتي لسه صغيره عندها 8 سنين. ازاي اتجوز واحد يتحكم فيها ولا يعمل فيها حاجه؟ انت عارفه البنت بيتخاف عليها والولد بيتخاف عليهم. وبصراحة كنت غايرة على ولادي ومش عايزة حد غريب يعني يضايقهم أو يحتل مكان أبوهم. المهم ربيت ولادي الحمد لله لغاية ما وصلوا لبر الأمان. جوزت البنت الكبيرة، كانت واخدة كلية تجارة إنجليزي، جوزتها لابن عمها مستواه المادي برضه معقول وبيسافر الإمارات، وسافرت مع جوزها. أما الولد الصغير بعد ما خلص الجامعة راح الجيش، خد 1.5 سنة جيش، وبعد كده اخته جابت له عقد يشتغل في الامارات. يا ابني ما تسافرش، يهديك يرضيك، اقعد هنا معايا. هو طبعا كان خريج بكالوريوس تجارة 4 سنين. اخته جابت له عقد يشتغل محاسب في شركة. المهم البنت والولد شدوا بعض وسافروا، وانا لقيت نفسي بين 4 حيطان وحدانية، مش لاقية ونس ليا. المهم في يوم كنت انا قاعدة، لقيت الكهرباء بتعمل زي ماس كده في الشقة. الكهرباء بتعمل زي شرار في الصالة من ناحية العداد كده، او المفاتيح بتاعة الكهرباء اللي هي ماسكة الكهرباء الرئيسية بتاعة الشقة كلها، بتعمل زي فلاشات كده. ساعتها خفت قوي اللي عاوز تعمل قفله وتعمل لي مشكله او تقطع عليا بالليل وانا نايمه لوحدي. دخلت على الجروب وبحثت كده وقلت يا جماعه محدش يعرف كهربائي كويس
كام واحدة كده قالوا لي على شاب كويس او هو كهربائي كويس، رجحوا اكتر من واحد يعني معين، كتبوا اسمه وقالوا رقم تليفونه كده. بالصدفة انا طبعا معرفش الكهربائي ده، رنيت على الرقم وقلت له انا في العنوان كذا كذا، انا عندي مشكله في الكهرباء، والكهرباء بتلمس عندي وبتعمل زي شرار كده، وخايفه لا تعمل قفله في البيت او تحرق لي الادوات الكهربائيه اللي عندي والاجهزه الكهربائيه وكده. قال لي خلاص ما تقلقيش ان شاء الله كلها، بس بكره لان النهارده انا مشغول وعندي شغل بره البلد، بكره ان شاء الله هتلاقيني من الساعه 11 الصبح عندك. المهم انتظرته لتاني يوم الساعه 11 ما جاش. المهم انا رنيت عليه، فين يا ابن الناس انت فين، الكهرباء عندي فيها مشكله وانا خايفه لا الكهرباء تفصل عليا بالليل وانا ست قاعده لوحدي. قال لي خلاص مفيش مشكله، انا بس بره البلد وقدامي للساعه 5 كده هجيلك ان شاء الله. قلت له طب تمام. المهم جه الساعه 5 المغرب كده، ولقيته بيرن عليا التليفون وبيقول لي انا جايلك في الطريق. عرفت العنوان بالظبط وجاب بعضه وجاه على طول، وفعلا كشف على الكهرباء. قال لي السلوك دي كلها قديمة، وفعلا في سلوك منها على وشك ان هي تسيح، عاملة زي اللمس كده، ولازم الكهرباء دي كلها السلوك دي تتغير، اللي هي الرئيسية اللي موصلة للكهرباء الداخلية في الخراطيم. قلت له طب دي تاخد وقت؟ قال لي اي هتاخد وقت من يومين لثلاثة كده. المهم كتبت له كتب لي الطلبات اللي هو عايزها، عايز قطع غيار سلوك ومفاتيح جديدة وحاجات كده خاصة بالكهرباء. قلت له طب معلش انا ست وحدانيه وما اعرفش في الحاجات ديت، خد يا ابني اللي يكفيك واشتريها، انا واثقه فيك. الشاب ده كان في الوقت ده عنده 30 سنه، يعني من عمر ولادي او اصغر من ولادي او اكبر من ولادي بشويه، انا اكبر منه ب20 سنه، يعني يعتبر زي ابني. المهم قال لي طيب ما تخلي حد من ولادك يجيب. قلت له والله انا قاعده لوحدي، ولادي ربنا يصلح حالهم متجوزين ومسافرين، وانا ست ارمله وحدانيه عايشه لوحدي في البيت ده، ومين اللي هيجيب لي؟ وانا معرفش في حاجات الكهرباء ويمكن ينضحك عليا واجيب حاجه مش كويسه. قال لي طب بس عشان ما تقوليش ده انا ضحكت عليك جايب لك الاسعار غير الاسعار الحقيقيه. قلت له لا واثقه فيك يا ابني وانت محل ثقه. المهم اديت له 300 جنيه، قلت له جيب الطلبات ولو في فلوس عليا هديها لك، لو ليا فلوس مش مشكله نبقى نتحاسب. قال لي تمام. المهم فعلا خد الفاتوره الورقه اللي هو كتبها واديت له 300 جنيه. وتاني يوم جه بعد العصر كده، المهم بدأ يشتغل في الكهرباء، يشيل السلوك القديمة وبدأ يعمل توصيلات جديدة. ولما الكهرباء بدأ يغير في التوصيلات، عملت زي قفلة كده، الكهرباء قطعت. طبعا ساعتها خفت جدا وقلت له يا ابني انا خايفة قوي، معكش كشاف في تليفونك ولا حاجة؟ انا ما عنديش كشاف هنا كهرباء مشحون ولا حاجة. قال لي ايه ما تخافيش، وقام فاتح لي المهم الكشاف. قال لي ليه ده انت بتخافي قوي؟ قلت له اي بخاف من الكهرباء جدا. قال لي طب ما تخافيش، وقام مشغل لي الفلاش بتاع التليفون. ساعتها قال لي طيب ده الموضوع هيطول، انا ايه هروح اشوف اي كشاف كده اشغله او اشتري الكشاف ببطاريه كده واجي على طول، وخلي التليفون معاكي. المهم نزل اشترى كشاف فعلا وشغله، وقال لي اصل موضوع الكهرباء ده هيطول والتليفون ممكن يفصل في اي وقت، مش مشحون ايه يعني مش واخد شحن كتير، ده هو يا دوبك 35% ممكن يفصل في اي وقت وانا مش عايزك تخافي. جاب كشاف كده من محل اللي هو اللمبات والكهرباء والحاجات ديت، وقام مشغل الكشاف على طول ونور لنا بيه الشقه. بعد كده كان طبعا الوقت ده كانت العشاء اتدنت والدنيا اتلمت وكده، قعد يعمل في يفاعس في الكهرباء. المهم إيه برضو قال لي ده هي قدامها وقت من هنا لبكره، ان شاء الله هاجي بكره بالنهار عشان اعرف اشتغل كويس وهغير لك كل السلوك دي. قلت له طب وانا يا ابني هنام في الضلمه؟ قال لي ما تخافيش الكشاف معاك اهوت ومشحون كويس، يعني ممكن يقعد معاك لغايه بس إيه الصبح كده. قلت له لا مش انا خايفه، انا مش هقدر انام بالطريقه دي. طيب اعمل ايه؟ كهرباء لسه قدامي وقت ولازم الكهرباء دي اشوفها في النور. المهم قلت له ما اعرفش يا ابني انا خايفه ومش عارفه ايه. قال لي طب ليكي حد قريبك هنا اقدر اوصلك عنده؟ قلت له لا انا اخواتي في منطقه بعيده ومش هعرف اسيب بيتي وامشي. المهم في اليوم ده فضل قاعد معايا وسهران وقاعد يكلمني، والكشاف طبعا كان منور، وانت ازاي تقعدي لوحدك وفين ولادك، وزي ان انت ما سافرتش معاهم، وزي ابنك الوحيد ده يسيبك، انت بتقولي امكانياتك كويسه وعندك بيتك وعندك فلوس في البنك والحمد لله بتاخدي معاش كويس، ليه ما استقرش يبقى معاكي كده؟
قلت له انا ضحيت عمري كله عشانهم وربيتهم تربيه كويسه وخليتهم ياخدوا جامعه وشهادات عاليه، وسطرت اخته وجوزتها، وانا معايا برضو جهاز واقدر اساعده واقدر افتح له مشروع كمان. بس هو اللي بيحب التغيير وبيحب السفر ونساء ورا كلام اخته وسابني في الوحده ومشى. المهم قال لي والله انت صعبت عليا، ولقيته يعني مترقب بحالي وبقى يقول لي اعتبريني، يعني مش هقول لك ابنك، اعتبريني اخوك الصغير ولو احتجت حاجه كلميني. قلت له وانت نعمه الاخ والابن والله ما تحرمش منك يا ابني. المهم جت بقى الوكسه من كده بقى ان هو طبعا سهر معايا سهرته، وبعد كده مشى. وتاني يوم جه الصبح بدري، بدأ يعمل في الكهرباء وبدأ يصلح فيها، والحمد لله غير سلوك كتيرة ووصل الكهرباء والكهرباء اشتغلت. المهم بعدها طبعا رقمي معاه، بقى كل يوم يتصل عليا ويقول لي اخبارك ايه، عامله ايه النهارده، مش محتاجه حاجه، بقى يعني يطمن عليا. المهم وانا كنت ببقى فرحانه قوي ان ليا حد بيسال عليا، بغض النظر ان انا عندي ولادي ما بيسالوش عليا الا من كل 20 يوم مره، يكلموني ماسنجر كده صوت وصوره، وبعد كده يقولي معلش احنا بنشتغل هنا ومشغولين وساعات بنيجي من الشغل متاخر بنريح وننام، يعني بيدولي اي مبررات كده، اعذار فارغه عشان يعني ما ازعلش منهم واحس ان هم يعني مش مهتمين بيا وانا محتاجه برهم في الوقت ده. المهم الكهرباء كل يوم يتصل عليا وكل يوم يكلمني، كل يوم يطمن عليا، وانا كنت ببقى مبسوطه قوي، لدرجه ان قال لي بقول لك ايه، قلت له ايه، قال لي انا عايزه اجي اتغدى كده من ايدك ونتغدى سوا. المهم قلت له تشرف يا ابني في اي وقت. قال لي بلاش ابنك ده، انا قلت لك انا اخوك الصغير، ما تكبريش نفسك، ده انت لسه اللي يشوفك يقول ده انت عندك 30 سنه، اللي يشوفك يقول ده انت قد في العمر. قلت له ربنا يبارك لك يا حبيبي وما تحرمش منك. قال لي والله يا حبيبي دي طالعه من بقك زي العسل. المهم قلت له والله انت واد بكاش. قال لي والله ما بكاش ولا حاجه، والله تعرفي ان انا من يوم ما شفتك وانا متجنن عليكي ومعجب بيكي. قلت له ايه الكلام ده، الكلام ده ليا انا؟ قال لي طبعا الكلام ده ليك انت، يا لمين يعني، هو في حد غيرك بكلمه؟ قلت له والله انت مش عارفه اقول لك ايه. قال لي طب بس اعملي غدا حلو كده وانا هاجي اتغدى معاكي. طبعا ما كنتش اعرف عن الشاب ده اي حاجه غير ان هو عازب ومش متجوز، وان هو بيكافح وبيشتغل ومعاه معهد فن تجاري بعد الثانويه العامه سنتين، وان هو اتعلم مهنه الكهرباء عند واحد كان فاتح محل كهربائي وخدها كمهنه مع الشهاده، وان هو امه ميتة وابوه اللي عايش ومتجوز واحدة تانية، وهو بس الوحيد من امه واب، وليه اخوات تانيين من ابوه بعد ما اتجوز واحدة جديدة غير امه. يعني هو الوحيد من ناحية أمه وأبوه. أمه الله يرحمها كان ولد وحداني، وأبوه اتجوز ومعاه بنت وولد من الزوجة التانية، وكمان ظروفهم المادية يعني أقل من المتوسط، ظروفهم على قدهم. وسبب إن هو اتأخر في جوازه إن هو يعني جواز مكلف وعايش شبكة ومهر وشقة وعفش وكلام من ده، وإن هو يعني ما عندوش الإمكانيات الكافية. أي شقته موجودة بس عايزة برضو تشطيبات وعايزة جهاز وعايزة مصاريف كتيرة، غير كده كمان العفش وغير الذهب والشبكة والفرح والتكلفة. فعشان كده دخل في سن 30 سنة وهو مش عارف يتجوز. المهم قعد يحكينا عن نفسه كتير. قلت له والله انت صعبت عليا، انت من الشباب المكافح اللي برضو ما خدوش حقهم من الدنيا كتير. شوف انت بتدور على ايه وبتعمل ايه عشان توصل للي انت عايزه، وفاتك عمر قد ايه، في وقت ما انا كل حاجه كنت محققاها لابني وكل حاجه متوفره، وابني خد بعضه وسافر بالطياره وراح بلد وسابني وحدانيه. انا قلت لابني الشقه اللي تحت هطلع منها المستاجرين وهقعد انا مكانهم، وشقتك يا ابني اللي انا قاعده فيها دي هشطبها لك واجدد لك فيها واجيب لك احسن 4 اوض، وعندي دهب خده، يعني خد الدهب اللي معايا غيره بدهب جديد واشبك واتجوز وافرح، وهفتح لك في المحلات اللي تحت مشروع، اي مشروع ان شاء الله، اي حاجه، مكتب مقاولات، اعمل لك مثلا مشروع زي مكتبه، اعمل لك اي حاجه. ولو عايز تتوظف عشان انت معاك كليه تجاره ممكن اشوف لك اي واسطه وتشتغل في مكتب مقاولات او شركه مقاولات او كده. ورغم من كده باعني وداس عليا وساب الخير ده كله، وراح يفكر انه يسافر ويتغرب عشان يشوف الامارات ويلف براحته ويعيش شبابه وحياته على حسابي، وانا اللي ضحيت بعمري عشانهم. ما فيش حد فيهم اتنازل لو يضحي بعمره لو للحظة عشاني. وعشان كده انا حسيت ان ولادي مش باقيين عليا، وان انا بقيت يعني وحدانية زي ما كانوا اهلي بيخوفوني طول عمرهم. كانوا دايما يقولوا لي يا بنتي اتجوزي وعيشي حياتك، انت لسه صغيرة، مصير ولادك يتجوزوا كل واحد يعيش حياته وانت اللي هتبقي وحدانية. لكن انا ما عملتش لليوم ده اي حساب،
وسبحان الله لما ولادي كبروا وفعلا بنت اتجوزت شدت اخوها وسفرته معاها عشان يبقى لها ونس هناك ولها اخ وسند، وما فكرتش في امها الارمله اللي عايشه في وحده بين 4 حيطان. وساعتها حسيت فعلا ان انا دست على نفسي كتير وضحيت لاجلهم، لكن هم ما ضحوش عشاني. ساعتها قال لي والله انت صعبت عليا، لعلمك انا يتيم وامي ميته من وانا عندي 5 سنين وانا لسه صغير و... وما مش بعتش منها، ومرات ابويا قاسيه في حقي وياما بهدلتني وياما ضربتني وياما حرقتني بالنار، ما كانش بتعاملني كويس زي ولادها. انا بصراحة محتاج ست زيك تكون ام وحبيبة وصديقة وبصراحة انا معجب بيكي، وانت ست مش هقولك ان انت فرق بيني وبينك كبير، انت اللي شوفك يقولي صغيرة وانت من حقك تعيشي وتتمتعي بشبابك، وانا بصراحة حبيتك. ولقيته بيقول لي كلام انا ما كنتش متوقعة ان انا اسمعه منه في الوقت ده، كلام سابق لأوانه خالص. يعني أنا أعرفك بقالي كام يوم، ده احنا كل معرفتنا ببعض أسبوع واحد، يعني 5 6 أيام هيخلوك تقول الكلام ده كله؟ وأنا طبعا عشان عندي حرمان بقى قعدت زي ما انتوا عارفين 20 سنة بعيد عن حياة الزوجية والرومانسية، وملحقتش أعيش حياتي واتكفلت بعيالي واتلهيت في الدنيا. برضو عندي حرمان. لما قال الكلام ده حرك مشاعر جوايا كده، هو أنا لسه ممكن أحب وأتحب؟ بدأت ان انا احس ان الكلام صعب قوي، او الكلام ده اغراني كده، حسسني من جوايا بمشاعر انا عمري ما حسيتها بقالي 20 سنة. المهم قعد يقول لي فكري في الكلام ده، انا فعلا بحبك وعايز ارتبط بيكي، انا مش بسلة، انت طبعا عاقلة وكبيرة وما انت صغيرة ومش مراهقة، وانا ناضج وعندي 30 سنة، يعني كبير وناضج وفاهم وعارفة انا بقول ايه. ساعة ما مشى من عندي من هنا وانا بدأت ابص في المراية وبدأت ابص شكلي، انا لسه صغيرة زي ما هو بيقول، انا لسه جميلة زي ما هو بيقول لي. وبدأت ادور على هدوم فاتحة عندي والوان فاتحة عندي وهدوم تكون حلوة كده تصغرني. بدأت أقلب في دولابي وأطلع حاجات أنا ما كنتش بلبسها خالص، لأن يوم ما جوزي توفى بدأت أميل للهدوم الغامقة، عشان انا ست ارمله ما يبقاش فيا المطمعيه وما يبقاش فيا اني ابص لحد او حد يطمع فيا، بالنسبه ان انا يعني ست ارمله والعين عليا وجوزي ميت وانا لسه صغيره. فكنت دايما بطفي كل حاجه حلوه فيا عشان ما بقاش لافته الانظار. لكن بعد الكلام اللي سمعته من احمد وانا حاسه ان الدنيا كلها في وادي وانا بقيت في وادي، بدات انزل ادور على المحلات اللبس اللي هي الحديثه وحاجات الموضه، والبس الجيبات الحلوه والبس الفساتين اللي لونها فاتح، وبدات اطقم كده واجيب شنط وجزم عاليه، وبدات ان انا اعيد شبابي من اول وجديد، وحسيت كأن انا مراهقه عندي 20 سنة. وساعتها ما فكرتش في أي حاجة غير في نفسي، إن أنا لازم أتمتع بكل حاجة وفي كل وقت، ولازم أتمتع بشبابي اللي أنا اتحرمت منه. وبدأت أقول لنفسي حقك على نفسك إن أنت تعيشي بقى، ما أنت طول عمرك عايشة بالحرمان ومضحية واديتي أكتر ما خدتي، أنت خدتي إيه من الدنيا غير الوحدة؟ لازم أحس بقى بوجودي. وبدأت أهتم بنفسي ورحت صبغت شعري، وبدأت أعمل بشرتي وأنظف بشرتي وأجيب مكياج وأتزين واتزوق عشان اعيد شبابي من اول وجديد. وسبحان الله فعلا عملت كل اللي ما يخطر على بال اي حد عشان اعيد شبابي من اول وجديد. وسبحان الله من هنا جه يزورني احمد تاني، لقاني في قمة الشياكة والجمال والرقة وكل حاجة. لقيته بيقول لي ايه ده انت هتجننيني وهتهوسيني بجمالك، انت ايه القمر اللي قدامي ده، كل الحلاوه دي كلها وخفياها عني، كل الحاجات الحلوه اللي عندك دي والامكانيات الجميله دي ومدرياها عني؟ لا 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 والله ما انا ماشي بقى النهارده انا ما نتجوز. قلت له جواز ايه يا مجنون انت؟ قال لي لازم نتجوز ان شاء الله نتجوز عرفي. ساعتها قلت له انا لو جوزتك ولادي هيقطعوني ومش هيكلموني وهتفضح، يقولوا ايه جوزت عيل قد ابنها. ولقيته بيقول لي ولادك ايه؟ يعني ولادك كانوا دوروا عليكي لما انت بتدوروا عليهم؟ انت يا بطل اللي تشوفي نفسك وتعيشي حياتك وتعيشي سنك وتدلعي روحك. وغير كده كمان انا مش عايز ليكي مشاكل، ايه رايك نضرب ورقتين عرفي يا ستي واسم ان جواز حلال، بدل ما نعمل حاجه محرمه، ونتجوز عرفي واتنين شهود ببطايقهم يعني يمضون على العقد ونعيش حياتنا، ولا ولادك يعرفوا ولا حاجه، ويوم ما يعرفوا ساعتها احنا اللي هنعلن جوازنا رسمي ونروح لمأذون ونقول احنا متجوزين في الحلال، متجوزين في الحلال. وساعتها ما ترددتش، وفعلا كتبنا ورقتين عرفي ونزلنا، رحنا يعني خرجنا وتمشينا، لقينا 2 شهود قاعدين على كافي شوب كده، قلنا لهم معلش ممكن تمضوا لنا على عقد الجواز ده، وفعلا ببطايقهم وبارقام بطايقهم
مضوا وكتبوا الرقم القومي بتاع بطايقهم كشهود، وبصموا كمان على العقد. وحسيت ساعتها ان العقد ده رسمي مبارك فيه محلل، يعني عشان هو 2 شهود واحنا موافقين، وانا طبعا مش قاصر ولا صغيرة ولا هو صغير. المهم حسيت ان انا كأني عروسة من اول وجديد. وساعتها قلت له النهارده يتأجل كل حاجة، بكرة بداية جوازنا. قال لي ليه؟ قلت له على ما استعد عروسة بقى، ولازم افرح، ولازم اجهز هدومي، ولازم اجهز شقتي، ولازم اجدد فرش السرير، يعني سيبني من هنا لبكره. المهم خدني وعزمنا على غدا بره، وشربنا حاجات ساقعه، وبعد كده هو روح على بيته، وانا نزلت على المحلات، رحت جبت لبس نسائي كده خاص، لانجيرهات وعطور وحاجات برفانات نسائيه وحاجات كده قطيفه وحاجات بفار ومش عارف ايه. المهم ان انا عدت شبابي كأني لسه عروسه، ورحت جبت اكتر من كام طقم سرير جديد وكام طقم فوط للوش كده. والمهم جددت كل حاجه كأني عروسه وبجهز. المهم جالي تاني يوم قضينا مع بعض اجمل وقت، وبقى عايش معايا يطلع على شغله، لانه فاتح محل ادوات كهربائيه، فاتح محل يعني قطع غيار للمفاتيح والكهرباء والسلوك والحاجات ديت بمهنته، وبيفتح من الساعه 9 الصبح للساعه 9 بالليل. طبعا كان بيجي من الساعه 9 بالليل يبات معايا لغايه الساعه 8 ونص الصبح يروح شغله. وكان كأني انا متجوزه رسمي طبعا، وكان معظم الوقت كله قاعد معايا. كنا بنسهر لغايه وش الصبح، احلى حياه. عوضني بصراحه عن الحرمان، وعوضني على قد ايه عشت 20 سنه من غير راجل. وحسيت ساعتها فعلا ان انا كأني عروسة من اول وجديد. بس بعد كده بقى طبعا قعدنا مع بعض 8 شهور على الحال ده، احلى عيشة واحلى حياة. ولقيته فجأة بيقول لي انا عندي ليكي خبر ممكن يزعلك. قلت له ايه هو؟ قال لي ابويا خطب لي بنت عمي. قلت له بنت عمك مين؟ قال لي خطب لي بنت عمي تعتبر في بيت العيلة اللي احنا قاعدين فيه. بنت عمي مخلصة تعليم متوسط بقالها سنتين، وابويا راح اتفق مع عمي وقرا فتحتي من غير ما يقول لي، وقال لي بنت عمك خلاص انا اديت كلمة ولازم تخطبها وتتجوزها. بنت عمك مخلصة بقالها سنتين، ويعني وسوقها في العرسان مش قد كده، مش هتلاقي احسن من بنت عمك تسطرها، وهي مش هتلاقي احسن منك. فالمهم ساعتها غيرت كده، ونار الغيرة قادت جوايا. بس انا برضو بصيت لورا، برضو بصيت لقدام. ازاي ان انا يعني اكون انانية؟ ده برضو شاب وعايز يخلف، وانا طبعا عندي 50 سنة. يعني موضوع الخلفة طبعا ده مستحيل، خلاص كبرت وفاتنا عمر الخلفة. وفي نفس الوقت هو شاب لازم يفرح ويخلف وكده. قلت له طب خلاص ما دام انت بتحبها وموافق بيها. قال لي لا انا ما بحبهاش، انا المشكلة عندي ان ابويا ادى كلمه ومش عايزه اكسر كلمته واطلعه صغير قدام عمي. المهم قلت له على خيرة الله، بس اهم حاجه ما تنسانيش، انت عارف ان انا خلاص اتعلقت بيك وحياتي من غيرك هتبقى مستحيله. قال لي لا طبعا، هو انت بتتكلمي في ايه؟ ده انا هخطبها سنه واحده بس، وبعد كده هتجوز، وطبعا في خلال السنه ده هنبقى مع بعض. قلت له تمام على خيرة الله. والمهم دخلت جوه، قلت له محتاج فلوس؟ قال لي لا والله ولا حاجه، انا مجمع شبكتي وابويا هيساعدني بمبلغ كده وخلاص. قلت له تمام على خيرة الله. المهم راح قرا فتحته وجاب شبكه وخطب. وفي خلال السنه ديت اللي خطب فيها طبعا بيجي لي من كل 3 اسابيع مره مرتين، وطبعا بيجي ياكل ويشرب ويقضي وقت سعيد، وبعد كده ياخد فلوس مني ويمشي. المهم قضينا السنه دي على كده، يعتبر يعني حياه تقليديه خالص، وحاسه بالوحده. وطبعا عشان اتعلقت بيه وبحبه وتعودت عليه كنت بحس بالحرمان طول ما هو بعيد عني. بعد كده يعتبر السنة اللي خطب فيها ما جاليش يمكن 20 مرة على بعض، يعني كل أسبوع مرة يجي يسأل عليا من بعيد لبعيد ويمشي. المهم بعد السنة طبعا قال لي معلش يمكن أقصر معاكي بعد كده، عشان داخل في إجراءات الجواز وبوضب بعفشي وبجيب جهازي وتكلفة الفرح طبعا والوقت والمداعي والتجهيزات والكلام ده. قلت له خلاص وقت ما تعوز حاجة كلمني ورد وانا عينيا ليك. قال لي تمام. المهم بعد كده عرفت ان هو قام في اجراءات الجواز وعمل فرح وست في شقته واتجوز وفرح. وبعد ما اتجوز استنى اللي يسال عليا، عدى شهر اولاني ما سالش عليا ولا مره، الشهر التاني كمثال برضه ما سالش عليا. المهم قعد يجي 6 شهور ما يسالش عليا خالص، وعشان هو متجوز وطبعا خايفه ارن عليه مراته ترد او تعرف ان انا بكلمه او تعرف العلاقه اللي بيننا وبين بعض، بقيت عامله زي الحراميه اللي خايفه حد يعرف ان انا سرقت سرقه. طيب اعمل ايه؟ مش عارفه اوصل له. اتجوز من هنا 6 شهور ولا سأل عليا مره ولا رن عليا التليفون، وانا بقيت متعلقه بيه جدا جدا. والمشكله ان انا متجوزاه بورق عرفي، لا مني بقيت مراته ولا مني رمى عليا من الطلاق، ومبقتش عارفه اعمل ايه.
المهم استغليت وقت كده وعملت كأني زبونة وغيرت الشريحة، لأن خفت لا يكون يعني مسجلنا عنده حبيبتي أو كلمة كده أو كده ومراته تشك في حاجة. جبت شريحة جديدة مخصوص عشان أرن عليه، وقلت كأني زبونة، حتى لو مراته رضت كنت أقول لها أنا عندي مشكلة في الشقة وأنا عايزة صنايعي يجي يصلحها، أو كأني زبونة عادية. المهم رنت عليه رد عليا. قلت له ايوه يا احمد، يعني ما بتسالش ولا بتعمل، فعرفني طبعا من صوتي. قال لي معلش انت عارفه ان انا لسه متجوز جديد ومسؤوليات، وطبعا يا دوبك طلعت من جو الفرح وعندي شويه مشاكل كده، فلوس وعايز اسدد الديون اللي عليا وكلام من ده. قلت له فلوس ايه اللي انت مديون بيها وخانقاك كده ومخليك ان انت ما تسالش عليا؟ تعالى يا سيدي خد اللي انت عايزه وبعد كده ربنا لما يرزقك سددني. قال لي والله عليا 30,000 جنيه وكده ومضغوط شوية وبشتغل ليل ونهار عشان أسددهم، ويا ريتهم بيتسددوا، العيشة غالية والشغل عندي نايم ومفيش سحب حتى في البيع والشراء، ومفيش شغل قد كده. المهم قلت له تعالى أنا معايا 20,000 جنيه هم، تعالى خدهم وسدد ما عليك، ويا سيدي أنا عايزة بس أشوفك في حياتي، وحشني بصراحة، أنت بعدك عني قتلني من جوايا. أنا مش عارفة أنا بقيت إيه بالنسبة لك من بعد ما خطبت واتجوزت وكده، وأنا حاسة إن أنت دوست عليا وعملت يعني معايا حركة مش حلوة، إن أنت بعتني في وقت على طول كده، كأني مش مراتك، كأني مش حبيبتك، كأني مش ليا حق عليك زي مراتك التانية. انت مش حاسس بيا ومش حاسس ان انت علقتني بيك وبعد كده خليت بيا وسبتني. قال لي والله الضغوط الماديه هي اللي عامله معايا المشكله ومخلياني مقصر حتى مع مراتي اللي هي بنت عمي. قلت له طب تعالى خد ال20,000 جنيه اللي معايا وصرف امورك. المهم اديته فعلا 20,000 جنيه وقضى معايا وقت جميل، وفعلا اتغدى معايا وادالي حقي الشرعي. وساعتها حسيت ان انا حليت له مشكله، بعد طبعا وقفتي جنبه اكيد هيبقى معايا كل شويه حتى لو بيني وبين مراته. المهم بعد ما خد ال20,000 جنيه، جه بعدها بيومين قاعد برضه اتغدى، ولقيته مستعجل كده بيقول لي معلش هروح عشان مراتي ما تقلقش عليا وساعتها تعرف ان انا عندك او تشك في حاجه. المهم اتغدى اي كلام كده وما قعدش معايا ولا بص حتى في وشي وخد بعضه ومشى. وبعد كده انقطعت اخباره بعد ما خد الفلوس. وبعد ما جيت بعدها بيومين يا دوبك ما شفتوش الا بعد الفلوس ده الا مره، جه قاعد معايا بس ساعه زمن كده، كان لقمه كده ارضاء ليا ومشى. ومن بعدها اتقطعت اخباره. بحاول ارن عليه زي ما يكون غير شريحته، بحاول ان انا يعني اخش على الفيسبوك لقيته عامل لي بلوك، بحاول ان انا ادور عليه مش عارفه اوصل له. المهم ما بقتش عارفه اعمل ايه، زي ما يكون يعني خلى بيا او ضحك عليا، او كان اللي بيني وبينه كان نفسه يوصل لفلوس مني. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه. المهم اغير الشريحه، قلت يمكن اعمل لي حظر من الشريحه الجديده منه، عارفها وكلمته منها مره او مرتين. جبت شريحة تانية، ارن عليه برضو التليفون غير متاح. ساعتها عرفت ان هو غير شريحته، وطبعا انا عارفة في الجروب عنوان المحل بتاعه. رحت عند المحل بتاعه ولقيته فعلا فاتح، ولقيته عمال يعني يبيع حاجات كهربائية، المحل مشروعه. المهم رحت قلت له انا برن عليك تليفونك غير متاح. قال لي الشريحه بتاعتي وقفت، الشركه وقفتها. قلت له طب انت لما جبت شريحه جديده ما رنتش عليا ليه؟ قال لي انشغلت. قلت له انشغلت في ايه تاني؟ فلوس وسددت ما عليك. قال لي هو انت فاكره ان الحياه بس فلوس و... وديون؟ قلت له امال ايه؟ قال لي مش عندي بيت ومراتي حامل. قلت له طيب يا سيدي ما تيجي واقعد معايا واشكي لي همك وانا هشيل معاك وهساعدك، انا الحمد لله في خير وعندي ايجارات وعندي معاش وعندي الدنيا كويسه يعني، والظروف الماديه الحمد لله مبسوطه. ليه شايل شيلتك لوحدك؟ تعالى واقعد معايا وقضي معايا وقت كويس، وحاول ان انت تعدل بيني وبين مراتك، واللي انت هتعوزه انا هقف جنبك. هو انت طلبت مني حاجه وانا قلت لك لا؟ قال لي ما انا مش عايزه اتقل عليكي، كفايه ان انا عليا ليكي 20,000 جنيه، بحاول ان انا المهم لك مش عارف ومش عارف ايه. قلت له ما فيش بيني وبينك اي مديونيه، فلوسي هي فلوسك وكل حاجه انا امتلكها تبقى ملكك وتحت رجلك كمان. المهم لما لقاني ان انا بقول له ان انا هديك فلوس، طبعا اكتشفت بعد كده ان هو كان انا بالنسبه له يا دوبك بنك يسحب منه فلوس. بدأ يسحب عليا تاني ويجي لي كل شهر مرتين كده، وكل ما يجي يقول لي مخنوق ومتعثر واديله فلوس. المهم وصلت له لغايه دلوقتي 40,000 جنيه. كل ما يجي اديله 3 في 3 كده، لغايه ما مراته طبعا ولدت وخلفت وعملت سبوحها وبتاع. قلت له خلاص ما عادش ليك حاجه، الفلوس اللي انت مديون بيها كلها مديون بها ليا وانا مش عايزاها، ركز بقى في حياتك معايا ومع مين؟ مع مراتك. لقيته بيقول لي البيت عايز له مصاريف وعايز طلبات وعايز والولد الصغير عايز حفاضات.
والواد الصغير عايز حفاضات وعايز حليب صناعي وعايز حاجات لبس وعايز. قلت له خلاص يا سيدي، ما انت شايل كل حاجة لوحدك، تعالى ولو عوزت حاجة انا ايدي ليك وانا عينيا ليك كمان، واللي في جيبي ليك، كل الفلوس اللي معايا تحت رجلك، انت اللي باعد وانت اللي شايل هم لوحدك. المهم كل ما يحتاج فلوس يجي ويقعد معايا يتغدى وياخد فلوس ويبص في وشي بصتين كده وياخد بعضه ويمشي. ساعتها عرفت ان انا لما لقيته ان هو بيجي للمصلحة، عرفت ان هو بيستغلني وبيجي عشان مصلحة مادة مش اكتر، او بيجي يسحب عليا عشان ياخد مني فلوس. وساعتها قلت لنفسي لا بقى ايه، ما عادش ينفع الكلام ده. طبعا وصل له مني 40,000 جنيه، وطبعا ما طلتش منهم ولا جنيه، ولا سلف ولا تلف ولا هيردهم اصلا، لان طبعا عرفت ان الفترة الاخيرة ان هو من بعد ما خطب وان هو بعد ما خطب واتجوز ان هو بيجي عشان ياخد مني فلوس ويسحب عليا ويمشي. طبعا لما جيت تاني ولقيته بيقول لي انا مش عارف ايه والظروف والطلبات ومراتي تعبانه وابني واخد دور صعب قوي سخونيه ومش عارف ايه. قلت له، لقيت نفسي بقول له كده تلقائيا، قلت له معلش انت جاي في ظروف ما عادش معايا فلوس، ولا 40,000 اللي كانوا معايا سيوله اديتهم لك، والمعاش يا دوبك بدفع منه الكهرباء وبجيب اكلي وشربي وعلاجي وكده، فما عادش متوفر زي الاول. لقيته بيقول لي ايه، لقيته مره واحده وشه اتبدل وقام قايل لي ايه، تصدق ان انا غلطان ان انا احتجت لك، عشان كده لما بقول لك ان انا ببقى اعتكف ابعد عنك او انا اقفل الباب عليا بيني وبينك واعتزلك، بيبقى عندي حق، لان انا عمري ما حبيت الشفقه في عين حد، وعمري عمري ما احتجت لحد عشان يذلني. لما كنت ما باجيلكيش كنت ما باجيلكيش عشان مخنوق وما كنتش عايزه امد ايدي ليكي ان انا اطلب منك حاجه. فعلا اللي انا غلطان ان انا فتحت لك قلبي. ولقيته لوى وشه وزعل وقام قايل لي انا غلطان ان انا جيت لك. قلت له خلاص يا حبيبي ما تغلطش تاني. قال لي انت بتقولي كده ليه؟ قلت له انت دلوقتي واصل لك مني 40,000 جنيه، وانت من نهار ما اتجوزت دلوقتي داخل على 8 شهور بعد ما اتجوزت وخلفت وابنك بقى عمره 8 شهور، انا ما بشوفكش الا لما بتكون محتاج فلوس بس. انا فين من حقوقي عندك في ده كله؟ انا بريحك وبديك الفلوس اللي تريحك وما تخليكش تفكر. انت حسستني ان انا مراتك، انت بتيجي تتكلم معايا، انت بتيجي تنام معايا مره، انت بتيجي تحس ان انت ليك بني ادمه مسؤول عنها. انا مراتك عند ايقاف التنفيذ بس، ولكن اللي بقى بيني وبينك ماديات مش اكتر. يبقى انا عرفت دلوقتي انت كنت ليه داخل الدخله ده عليا عشان تتجوزني، عشان تلم جوازتك مني واساعدك في المصاريف واساعدك في تربيه العيال او بتربيه ابنك من الاخر، وانا بالنسبه لك بنك مفتوح تسحب منه وقت ما انت عايز. لا يا حبيبي، كل شيء بينا انتهى. لقيته بيقول لي خلاص اقطعي الورق، انا كده ما عدتش جايلك، وبصراحه ايه اللي يربطني بواحده قد امي؟ وانت فاكره ان انا عبيط ان انا كنت اتجوز واحده زيك واديها اسمي لسواد عيونها؟ انت زي ما انت قلتي كده كان بنك وكنت محتاج منه فلوس وخلاص شطبنا اللي عطلنا. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني ما عادش منه وخلص، انا بحب مراتي ومراتي بتحبني، وانا لعلمك واخدها عن حب، وانا لما لقيتك قاعده لوحدك بين 4 حيطان صعبت عليا واترقفت بيكي واتجوزتك عشان خاطر بدل ما انت عايشه في وحده، لكن انت ما تستاهليش ان انا اعمل لك حاجه. المهم قلت له طب لحظه واحده كده. قال لي ايه؟ قلت له ادي الورقتين ومش عايزه اشوف وشك هنا التاني. قال لي يعني كده؟ قلت له اي يعني كده. وساعتها قعدت مع نفسي، قعدت اعيط وانهار من عيط. وساعتها عرفت ان انا كنت فخ كبير ونصبه كبيره لبني ادم ما عندوش ضمير، وان هو استغل ان انا ست كبيره وان انا في وحدة وحرمان ومفيش حد جنبي غير ربنا. استغل ضعفي واستغل فلوسي واستغلني أسوأ استغلال. ويوم حتى ما سابني بجرح كبير وشتمني وهني وحسسني قد ايه ان انا كنت انسانة غبية لما فكرت اتجوز واحد قد ابني، او اتجوز واحد يعني يطول لسانه عليا ويهني. هنت نفسي مع عيل من دور ولادي. وساعتها عرفت ان الاختيار الغلط بيدفع العمر كله من حياتنا. يعني الاختيار الغلط ضريبته صعبة، فعلا انا دفعت ضريبة صعبة من حياتي تحسب عليا عن بني ادم ده 2 جواز ما شفتش منه غير اخر فترة الاستغلال وكمان يعني اهانته ليا وحسسني ان انا ست ما تملاش عينه. ده اللي وجعني قوي قوي. انا غلطت فعلا لما فكرت ان انا اتجوز عيل من دور ولادي. عشان كده قلت رسالتي وقلت مشكلتي عشان اي ست في ظروفي ما تخضعش لاي عيل مراهق يضحك عليها ويبتزها وياخد فلوسها. صدقوني مفيش شاب بيبص لواحده قد امه الا لما يكون بينه وبينها مطمعيه كبيره، اكيد من وراها مصلحه.
مفيش واحد بياخد واحدة ما يقدرش يخلف منها وعارف ان هي فاتها سن عمر او ان هي قد امه، غير لما يكون طمعان فيها في ذهب او فلوس او ارض او اي حاجة. مفيش واحد بيتجوز واحدة مش مناسبة له في العمر. فاحرصوا من شباب اليومين دول، اي ست مراهقة الجواز محرومش، بس اهم حاجة الاختيار. الجواز عمره ما كان حرام، بس أهم شيء الاختيار الصح، التوافق في العمر، في السن، في الشخصية، في الحالة الاجتماعية، في السن لازم يكون متوافق بينك وبين شريك حياتك. انت ست عندك يعني 50 سنة داخلة قرب الستينات، من حقك تتجوزي واحد أكبر منك، يعني 5 سنين أكبر منك بسنة في عمرك، أصغر منك بسنتين. لكن ما تتجوزيش عيل من دور ولادك ومستنية منه إن هو يحبك. هيحبك على إيه؟ انت طبعا قد أمه، وانت طبعا اخترت اختيار غلط. انت مش مراهقة، انت ست كبيرة عندك 50 سنة، يعني من حقك تبقي واعية أكتر من كده في اختيار شريك الحياة. طبعا أنا بقول لها يعني الله يكون في عونك، ربنا يصبرك، وربنا يعني يعوض عليكي في الفلوس اللي راحت، لأن طبعا ده ابتزك واستغلك. بس احنا قلنا ننقل الحدث ده عشان يكون قصة وعبرة لكل اللي يسمعني. مفيش واحدة في السن ده تنساه ورا عيل مراهق يضحك عليها. وبكده حكايتنا تكون خلصت، يا ريت تكون نالت إعجابكم. ما تنسناش من دعمكم لينا في القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على علامة الكل عشان يصلكم مننا كل فيديو جديد. وبكده حكايتنا تكون خلصت، يا رب تكون عند حسن ظنكم ونالت اعجابكم. متنسوش تكتبوا لنا في التعليقات رأيكم في الحلقة ديت. وبكده حكايتنا خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.